في تصريح أقل ما يقال عنه صادم ووحشي، وزير التراث بالحكومة الصهيوني عميحاي إلياهو دعا إلى قصف غزة بقنبلة نووية، مبررا دعوته الشيطانية بأن قطاع غزة لا يستحق أن يبقى على وجه الأرض، معتبرا إبادته بالنووي هو الحل الممكن. بناء على تصريح وزير التراث الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، فهذا أمر ليس مستغرب من كيان يدعي أنه مضطهد، بل هو كيان إجرامي مارس الإجرام، ابتلوا الإجرام بحق الشعب الفلسطيني ومذابح، وأيضا مذابح بحق الشعوب الأخرى. نظام منبوذ يعاني من إشكاليات وأمراض نفسية، فهذا ما يسمى وزير التراث، وهذا خير مثال على أن هذا الكيان لا يعرف التراث ولا يعرف الإنسانية. أثارت تصريحات إلياهو الوحشية ردودا غاضبة عليها. حركة المقاومة الإسلامية حماس كانت أول من ردت على هذه التصريحات، وقالت إنها تعكس إرهاب الاحتلال ضد شعبنا، فيما أدانت دول عربية هذه الدعوات، وأكدت أنها تظهر تغلغل التطرف والوحشية بين أعضاء في الحكومة الصهيونية، وطالبت بإقالة الوزير. في ظل الصمت الدولي وهذا الخزي، للأسف الشديد نسمع هذا التصريح بحق الشعب الفلسطيني، ونسأل أين الولايات المتحدة الأمريكية، وأين حقوق الإنسان، وأين الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، وأين تمثال الحرية، وأين النضالات، وأين. لذلك ندين هذا التصريح، ولا نستغرب في هذا الخطاب العدواني الهمجي. ما بدر من الوزير الصهيوني يعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية لدى الاحتلال الإسرائيلي.